بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم احبابي ناسي متتبعي قناتي. ان شاء الله هاد لا فيديو تلقاكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله اخترت لكم حاجه حلوه بمناسبه ان شاء الله يعني رمضان اللي راه جاي. اخترت لكم طاجين لحم حلو درتو باللحم، يعني واللحم درتو بطريقه سهله، واللحم جا طري وجا حلو وجات لاصوص عقده وجا يعني من اروع ما يكون. اول حاجه واش نحكم كسرونه، ندير فيها قطعه زبده مغرفه، ندير فيها 2 مغارف زيت. انا درت كسرونه، تحبي ديري في يعني في كوكوط، يعني طيبيه يعني بالخف يطيب. درت عليه هنا لحم غنمي، هنا لحم غنمي باش يطيب بالخف، يعني قطع، يعني خيرت قطع يعني فيهم معليش فيهم شويه شحم. نزيد عليهم الكركم، الا كان عندك زعفران خير وخير. درت حبه بصله كبيره قطعتها على 4 ولا على 2، يعني قطعتها كبير، ودرت عليها 2 عيدان قرفه. فوالا، انا كيما قلت لكم تقدروا ديروا في طنجره، يعني في كوكوط ولا طنجره ثقيله. نزيد هنا عليها الملح 1/4 مغرفه صغيره، ما نكترش الملح، وشويه فلفل الكحل. نخلط هنا كلش بارد في بارد، دوك نمرق، ما نستناهاش حتى تحمس. مرقت بالماء سخون. فوالا، ندير الماء حتى يتغطى اللحم. الا كانت في كوكوط ما تكتريش الماء، ديري غير شويه وغلقي عليها طيب بالخف وتجيك المرقه خاتره. فوالا، ونغطي عليها ونخليها طيب حتى يعني المرقه تختار. لازم هنا المرقه لازم تنقص كامل. فوالا، ونخليها بجهه. هنا عندي زبيب، انا خيرت نوعين من الزبيب، زبيب الكحل هذاك الكبير وزبيب الصفر الكبير، يعني خيرت نوعيه مليحه باش يجي يعني الطبق يجي يعني راقي، يجي المنظر تاعو شباب. درتهم جنب بعضهم وفورتهم، درتهم في الكسكاس ودرتهم يفوروا. فوالا، نغطيهم. انا كنت هنا غسلتهم مليح، نغطيه ونديرو يفور. هنا شوفوا المرقه راهي تغلي عندنا، نخليها حتى تنقص كامل وتعقد. هنا راه يفور الزبيب في جهه. نحكم هنا التفاح، انا عندي هنا التفاح قشرته قطعته براج، ما قطعتهمش براج رقاق، شويه خشان. درت لهم عصير ليمون باش ما يكحالوليش. حكمت كسرونه، درت فيها مغرفه زبده، درت على النار يعني اقل من متوسطه، وندير فيها الابراج تاع التفاح. هنا يعني هنا خيرت 4 حبات يعني متوسطين. ما تقطعوهمش رقاق، يعني براد شويه خشان باش ما يطيحولكمش، ما يتهراولكمش. ونزيد عليهم 2 مغارف كبار سكر. ونخليهم على النار حتى يعني التفاح يدخلوا طياب، ما تخلوش حتى يطيب 100%، يعني غير يدخلوا طياب شويه يطيب، يعني 61% 70%. نزيد عليه عود قرفه. نحرك حتى يدوم عليا السكر مليح، يعني التفاح تقدري تقولي تكراميليزا. فوالا، هنا واش نزيد عليه؟ نزيد غير غراف من المرقه، يعني غراف برك واحد. فوالا، غراف برك. ونخليه يطيب يعني حتى يعني يطيب التفاح، يعني ما خليش قلت لكم حتى 80% ولا. ونطفي عليه ولا صوص يعني تكون حلوه وعاقده. وانا شوفوا هنا ينقصت لي المرقه، يعني نطفي عليه ونحيه من النار. هنا ندير مقله، ندير تاني توجور مغرفه زبده. هنا الزبيب كيفور بعد ما فار نرميه.
النار توجو قلت لكم يعني تحت المتوسط، ونحرك. نزيد عليه 3 مغارف كبار سكر. ونزيد عليهم هنا 3 مغارف كبار يعني معمرين مليح تاع العسل. العسل هذاك اللي يتباع تاع برا الحسيله، درت منه 3 مغارف كبار معمرين. هنا يعني درت العسل يعني تجي لاصوص تجي عاقده، وتجي القوام تاعها ثقيل، خير من اللي ديري السكر وحده برك. ونحرك يعني حتى يتجانس الخليط كامل. فوالا. هنا واش نزيد عليه، انا عندي المرقه تاع اللحم راهي منكهه بالقرفه، اللي حاب تزيد دير في الاخر ما زهر تقدري ديري، انا اكتفيت غير بالقرفه. زدت عليهم هنا واحد 2 غرارف ولا 3 تاع المرقه، يعني على حساب الكميه تاع الزبيب اللي عندك، ما تكتريش بزاف باش هكا تجيك القوام تاع لاصوص يجيك ثقيل. 2 ولا 3 على حساب الكميه تاع الزبيب اللي عندك. هنا الغرض هذا باش تولي عندنا اون صوص ثقيله، باسكو اللحم قلنا راح ينشف من المرقه. انا هنا طيبت اللحم وحده باش يجي طري، ما طيبتوش مع السكر. كاين اللي يطيبوا مع السكر يجيهم يابس، انا طيبته وحده، مرقه وحده كي ينقص. ودرت لاصوص هذه الحلوه وحدها مع الزبيب. فوالا. ونخليه يغلي حتى تخثر عندي المرقه، يعني يجيك سيرو شويه ثقيل، ماشي ثقيل بزاف مي شويه. فوالا. هنا نجوزو للدريساج. هنا شوفوا التفاح، شوفوا القوام تاع لاصوص تاعو، شوفوا كيفاش جاي، يعني جاي سيرو ثقيل. ونفس الشيء بالزبيب، شوفوا هنا الزبيب كيفاش جايه لاصوص، ما هي ثقيله ما هي خفيفه، يعني ماشي تجي كيما الحسيله ثقيله. فوالا. ونجيب اللحم هنا طاب، نقصت له المرقه يعني نشفت كامل، ونحطه في الصحن، نديرو في الوسط بهذه الطريقه. يعني الدريساج يعني سامبل بصح يعني كما نقولوا فاتح للشهيه. كي تشوفي يعني يعطيك منظر شبهب. كما قلت لكم خير اللحم غنمي خير. ونحكم الزبيب نديرو على لو تور، على المحيط كامل تاع الصحن مع لاصوص. يعني الزبيب هنا ماشي شرط تكون عندك كميه كبيره، يعني شويه شويه وانتي درتي لو بلاط تاعك. حنا موالفين نديرو طاجين الحلو يعني بدون لحم. اليوم نوعت قلت علاش ما نديرو شويه فيه اللحم، يعني ويجي طبق راقي. يعني ما تكلفيش روحك، ديري كميه قليله برك تاع اللحم. هنا ندير اون بتيت صوص من الفوق تاع اللحم، على اللحم بليتو. فوالا. فوالا. داك اللحم نسقيه بلا صوص باش يجي حلو. فوالا. ونزيد دركا التفاح، جزء التفاح نحطوه غير من الفوق. يعني انا التفاح انا طيبته وحده، طيبت الزبيب وحده، باسكو كان طيب التفاح مباشره مع الزبيب يقدر يكحل لك. درتو يعني وحده في كسرونه. تقدري ديري لانجاس نفس الشيء. هنا ما درت لا برقوق لا مشماش لا والو،
اباغ الزبيب والتفاح وشويه لحم، ودير طبق راقي بريستيج هايل. غندير شويه اون صوص من الفوق. فوالا والطبق تاعنا هذا واجد. فوالا والوصفه تاعنا هذه هي. ان شاء الله تكون عجبتكم، ان شاء الله تجربوها، تكتبوا لي في لي كومونتير، اعطوني رايكم فيها. فوالا شوفوا كيفاش تجي المنظر تاعو شباب، جات لاصوص خاتره. مهم جدا تكون لاصوص خاتره، ما تجيش مايهه. فوالا منظر هايل فاتح للشهيه. ان شاء الله تكون عجبتكم وصفه نهار اليوم. نخليكم بخير وعلى خير، نتلاقاو في فيديوهات اخرى من فيديوهاتي، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.